الحمد لله على كل حال. بداية المباراة ما كانت جيدة بين الطرفين، مو بس نادي شباب، مو هذا نادي العربي ولا هذا مستوى نادي العربي، ولكن يعني كل بداية موسم طبيعي جدا الدروب يحصل بين اللاعبين، خاصة وان انت مقبل على كنت في اوف سيزون واعداد، والحساسية شوي نوعا ما تكون قليلة في بعض اللاعبين، ولكن الحمد لله على كل حال مباراة جيدة بين الطرفين. مبروك لنادي العربي وجماهيره، هارد لك لاخواني اللاعبين اللي حاولنا ان احنا نجاري نادي العربي، ولكن كرة القدم مبنية على اخطاء، من يستغل الاخطاء هو من يسجل، هو من يكسب وياخذ الثلاث نقاط. مبروك لجماهير النادي العربي. كأحد ابناء النادي العربي شفنا الجماهير كلها وانت خارج كله بيطالبك ترجع لبيتك تاني، دايما بتحس بشعور مختلف اكيد وانت بتلعب هنا. اكيد يعني لولا سعود جناعي او نادي العربي ما خرج سعود جناعي. هذا النادي له فضل كبير جدا، ولا انسى هذا الفضل. متى ما احتاج سعود جناعي نادي العربي صدقني انا اول من يلبي هذه الدعوه، ولكن الرغبه ترجع لاخوان مجلس الاداره. الحمد لله راضي، واذا نادي العربي محتاج سعود جناعي صدقني انا اول واحد راح يكون متواجد في نادي العربي، ولكن الموجودين فيهم الخير والبركه. بالتوفيق دائما اجمعين ان شاء الله.